كانوا بيكرهوه وقعدوا يشتموه، وبعد كده داسوا عليه. كانوا فاكرين إنهم عمرهم ما هيدفعوا التمن، لحد ما الوحش اللي هم بنفسهم عملوه صحي وتحول لحاجة المجتمع كله بيخاف منها، والناس اللي كانت بتتريق عليه اختفوا واحد ورا التاني. ده مش فيلم بطل ولا هو قصة عن مجرم، دي قصة هتخليك تسأل نفسك، هو الوحوش بتتولد كده فعلا ولا إحنا اللي بنعملهم بإيدينا؟ لو بتحب القصص الضلمة والشخصيات اللي بتوصل لليأس وتنفجر في الظلام، يبقى مش ممكن تفوت التحفة بتاعت النهاردة دي. في الوقت اللي كان شغال فيه الشاب ده شغل إضافي، اتقابل مع راجل سكران قعد يضايق فيه. الراجل ده ما دفعش الفلوس كاملة ولا كمان اتكلم بأدب، ده طلب أكل ببلاش من لي تانج، بس لي تانج رفض يستحمل التصرف ده. لي تانج صمم إن لو الراجل عاوز أكل لازم يدفع تمنه ويروح يجيبه بنفسه. صاحب الراجل اتحرج وقام معتذر للي تانج. بعد ما مشيوا، لي تانج حس بقرف أكتر وهو بيبص على الترابيزة المتوسخة، بس هو كان متعود على المناظر دي. كان في كيس سمك مشوي ما اتفتحش متلقح على الترابيزة، ولما خدوا لي تانج جوه عشان يفتحوا وياكلوا، وصل صاحب المحل. لي تانج حاول يستعير شاكوش، بس قبل ما صاحب المحل يرد كان مشي خلاص. وهو راجع بيته، لي تانج شاف واحد مرمي في وسط الطريق. لما قرب منه عرف انه نفس الراجل السكران. لي تانج نده عليه كام مرة بس الراجل مردش، عشان كده قرر يطنشه. بس في الوقت اللي كان فيه لي تانج ماشي كام خطوة كمان، اتقابل مع الراجل اللي كان ماشي مع السكران. لي تانج جري وراهم ونده على الراجل ده اللي اسمه نامو، وعرفه بذوق ان صاحب نامو نايم في الشارع، بس نامو ما قالوش شكرا حتى، ده زعق في وش لي تانج وقال له يمشي من هناك. لما شاف لي تانج قلة أدب نامو، رفع ايده عشان يردله اللي عمله. نامو خد باله من الموضوع ده فقرب من لي تانج وقام ضربه بوكس جامد في وشه مباشرة، وقعد يضربه بطريقة عنيفة جدا. المشهد ده فكر لي تانج بكل المرات اللي اتنمروا عليه فيها قبل كده، ومع ان لي تانج كان دايما بيتضرب من غير اي سبب، بس عمره ما جات له الفرصة انه يرد الضرب او يدافع عن نفسه. ما كانش بيقدر يختار طريق حياته بحرية، وكان دايما بيشوف اختيارات حياته زي اجابات الامتحان كانت متحددة جاهزة من الناس التانية، وما عليهوش غير انه يختار من الاختيارات دي بس النهاردة ما بقاش عاوز يمسك نفسه اكتر من كده، فمسك الشاكوش وقعد يضربه عشان يدافع عن نفسه قدام نامو. ومع كده نامو معش لحد الصبح ومات. نزل مطر جامد بقوة، ونقط المطر رجعت لي تانج للواقع بتاعه، ولاحظ ان في 2 رجالة سكرانين تانيين ماشيين في اتجاهه، ولو قربوا اكتر وشافوا الجثة كانت الجريمة بتاعته هتتكشف في الحال. وفي الوقت اللي كان فيه لي تانج متردد ومش عارف يعمل ايه بالظبط، الراجلين دول حودوا ومشيوا بعيد. لي تانج افتكر انه هرب خلاص، بس ومع كده اول ما لف وشه شاف بنت واقفة وراه بالظبط، ومن حسن الحظ انها كانت لابسة نظارة شمس في وسط الليل، وكانت ماشية ومعاها كلب للمكفوفين، وفعلا كان باين انها ما بتشوفش. وهنا لي تانج هرب من الخطر مرة تانية. ما قعدش كتير في البيت لحد ما سمع خبطة على الباب، وطلع إن صاحبه في الأوضة هو اللي رجع. في اللحظة دي افتكر فجأة إنه وصل البيت بدري، في الوقت اللي كان فيه صاحبه في الأوضة وصل متأخر، وده معناه إن بقى عنده حجة غياب وغطى للوقت. بس من جوه نفسه كان لسه قلقان ومش مرتاح، فدخل على جوجل بسرعة وقعد يدور على عقوبة القتل الخطأ. في اللحظة دي بالظبط صوت سيرينة الشرطة ضربت بره الباب، والصوت ده خوف ليه جامد لحد ما قلبه كان هينط من صدره. ولما شاف صاحبه في الأوضة جي هون قام نط من مكانه، افتكر فجأة اللي حصل من 2 سنين. زمان جي هون كان ضاع منه جهاز ايباد في الفصل، ولي تانج هو اللي كان سرقه، بس جي هون شك في حد تاني في الفصل، وعشان كده لي تانج خلص من الموضوع ومحدش قفشه، ومن الأول للآخر محدش شك فيه خالص. وكان حاسس إن آلهة الحظ دايما جنبه، وكان بيتمنى إن الحال يفضل
هيفضل كده المرة دي كمان. بس بعد كده لي تانج افتكر فجأة إن كاميرات المحل لقطته وهو بياخد الشاكوش من هناك. بس ما كانش ده أكتر حاجة تخوف. الحاجة اللي ترعب بجد إنه كان ساب الشاكوش في مكان الجريمة، ومن كتر التفكير في الموضوع ده ما قدرش ينام خالص. تاني يوم الصبح منبه جي هون رن، بس لي تانج كان لسه القلق بياكل في دماغه ومتعذب جامد. بعد كده صاحب المحل اتصل بيه وعرفه إن الشغال اللي عليه الشفت خد أجازة، وإن صاحب المحل نفسه قعد في الدكان طول الليل وتعبان جامد، وعشان كده عاوز لي تانج ينزل مكانه يغطي الشفت. بس لي تانج كان لسه خايف جامد، فتح الباب بالراحة وبحذر وقام قفله تاني في الحال. كان قلقان إن النهاردة يكون آخر يوم له في الحرية، وبعد فترة من الصراع الجواني مع نفسه قرر ينزل ويروح الشغل. في الوقت ده على الناحية التانية الشرطة وصلت المحل عشان تحقق، وعلى حسب لقطات كاميرات المرور القتيل كان اشترى حاجة من هناك قبل ما يموت، فمن هنا خدوا كل لقطات الكاميرات عشان يراجعوها في المركز. القائد بتاعهم كان محقق جنائي اسمه جانج هو، وهو لسه خارج عشان يرتاح شوية دخلوا عليه 2 شباب فجأة وحاولوا يتخانقوا معاه، وعشان كده خدوهم هما الاتنين طيار على اسم الشرطة. وبفضل لقطات الكاميرا جانج هو اكتشف ان القتيل كانت عامل بقلة أدب مع الشغال المحل الليلة اللي فاتت، فمن هنا رجع جانج هو للمحل تاني عشان يجمع معلومات جديدة. وفي اللحظة دي بالظبط دخل لي تانج المحل والشرطة ندهت عليه في الحال عشان يسألوه كإجراء رسمي بتاع شغلهم. جانج هو شاور بإيده وسأل لي تانج لو كان شاف الاتنين القتلة بتوع امبارح، وكانت عينه بترصد كل حركة بيعملها لي تانج، حتى انه قال له ان الاتنين القتلة دول رموا الفلوس في وش لي تانج وفرضوا عليه يسلمهم الحاجة ورموا الزبالة في كل مكان، وعشان كده هو قضى عليهم. لما سمع لي تانج السؤال ده حاول يبان هادي، بس في الواقع كان مترعب وفي حالة هلع مش طبيعية. افتكر ان الشرطة اكتشفت حاجة، وتحت الأسئلة المحطوطة بذكاء جامد لي تانج اتضغط جامد لحد ما حس انه هيقع من طوله. وفي الوقت اللي كان خلاص هيقول الحقيقة كلها دخل ضابط شرطة اسمه سونج تشان وقال ان مطابقة البصمات خلصت. سونج تشان قال ان الاتنين القتلة موتوا بعض في الخناقة، والشرطة لقيت كمان شهود عيان. الاتنين كانوا سكرانين واتخانقوا، ويمكن واحد فيهم استخدم طوبة وخبط التاني بيها الأول، وكل واحد من القتلة كان عليه دم التاني، وما كانش فيه أي أثر لشخص تالت في مكان الجريمة خالص. سونج تشان كان مقتنع ان الاتنين القتلة قضوا على بعض في الخناقة، بس اللي الشرطة ما خدتش بالها منه هو ان لي تانج ما كانش فيه أي تعويرات أو إصابات خالص. وهنا الحظ أنقذه مرة تانية. جانج هو كان شاكك في لي تانج لأن كان فيه دبانة طارت قدام كاميرا المرور ودارت كام ثانية من المشهد، ومن المفارقة إن الثواني دي كانت أهم ثواني في القصة كلها، اللحظة اللي لي تانج خد فيها الشاكوش. في النقطة دي جانج هو ما قدرش يعمل حاجة غير إنه يتنهد بأسف، لأنه كان حاسس بوضوح إن لي تانج كان خلاص هيقول حاجة، بس سونج تشان قطعه من غير ما يقصد. لي تانج بعد كده قعد يمدح في زميله وإنه عمل شغل عالي. سونج تشان افتكر إنه بيتمدح فعلا، بس في الواقع جانج هو كان بيهزقه عشان غبي، وإن كلامه عن القضية قدام الشاهد كان غلط تماما وممكن يبوظ التحقيق كله. بعد كده مباشرة الشرطة كملت تدوير وتحقيق في الموضوع، واكتشفوا إن واحد من الاتنين الميتين كان عايش بهوية مزورة، وطلعت هويته الحقيقية إنه قاتل متسلسل مطلوب للعدالة. الخبر ده اتذاع في التلفزيون في الحال. لي تانج كان قاعد بيتعشى لما شاف الخبر ده، وفي لحظة طلعت جواه فرحة كبيرة ما قدرش يخبيها، لأن الشخص اللي هو قضى عليه طلع وحش ومجرم، وإحساس الذنب اللي كان في قلب لي تانج اختفى في ثانية. بس في الوقت اللي كان فيه مفتكر إنه هيعيش في أمان وراحة مرة تانية، ظهرت زبونة فجأة وهو شغال في الشفت الإضافي بتاع الليل، ولما جه لي تانج عشان يحسب لها الحساب خد باله إنها نفس البنت بتاعت الليلة دياك. في الحال جات له حالة هلع وما قدرش يحط عينه في عينها، بس البنت كانت ضحكة فيها سر وغموض، ونزلت النضارة بتاعتها وبينت عينيها اللي ما كانتش عمية خالص. وبكل وضوح البنت دي كانت شاهدة على الجريمة بتاعته الليلة دياك، وكانت عاوزة تبتزه وتاخد منه 2 مليون وون. في اللحظة دي لي تانج كان مترعب ومتلخبط على الآخر وما معهوش أي فكرة يعمل إيه. البنت قالت له لو ما جابش الفلوس بسرعة اسمه اللي مش هيتنسي هيبقى مشهور في كل مكان، وحتى إنها قالت له إن الشاكوش معاها في إيدها، وطلبت منه الفلوس كلها تكون جاهزة على بكرة الظهر
شهر بالظبط. أول ما البنت مشيت جري لي تانج عشان يستلف فلوس من أي حد، حتى إنه رجع تليفونه الجديد اللي كان لسه شاريه للمحل، وبعد كده راح لصاحب المحل عشان يطلب منه مرتبه مقدما، بس عشان صاحب المحل كان فيه شغال نصب عليه في فلوس قبل كده رفض تماما، وقعد لي تانج يترجى فيه لفترة طويلة لحد ما وافق يديله جزء من الفلوس. بس لي تانج ما وقفش عند هنا وبس، هو كمان سحب مقدم الفلوس اللي كان دافعها عشان يشتري بيت. لي تانج راح البنك عشان يلغي العقد ويرجع فلوسه، وفي الآخر قدر يجمع 2 مليون وون. تاني يوم لي تانج وصل بيت البنت دي في الميعاد بالظبط، رص الفلوس بكل حذر وبنظام على الترابيزة. هي بصت عليها واتأكدت إن المبلغ مظبوط، وحتى هو ساعدها في لم الفلوس. بعد كده لي تانج سألها بقلق تاني لو كانت فعلا هتخبي سره، فهي ضحكت وأكدت له. لي تانج نفخ براحة وكان لسه هيطلب يستلم الشاكوش بتاعه، بس البنت قالت كلام خلاه مش عارف ينطق. قالت إن ال2 مليون وون دول مبلغ شهري، يعني كل شهر لازم يدفع لها 2 مليون وون. ومع إن المبلغ ما كانش ضخم جدا بالنسبة لطالب زي لي تانج، بس إنه يجهز 2 مليون وون كل شهر ما كانتش حاجة سهلة خالص. لي تانج اتصدم جامد من لعبة البنت دي وقعد يترعش من العصبية، خطف الشاكوش من إيدها وحاول يمشي، بس هي ما سابتهوش يمشي بالسهولة دي. قعدت تقرأ بعلو صوتها بياناته الشخصية كلها، وحتى استخدمت أماكن أهله عشان تهدده. البنت حذرته إن حتى لو لي تانج خد الشاكوش هتفضل فيه آثار ليه في الأوضة، والشرطة ممكن تلاقي أدلة بالأجهزة المتخصصة بتاعتهم. وده غير إن لي تانج قعد هناك لفترة طويلة جدا، فالDNA بتاعه متلقح ومتبعتر في كل حتة. لما سمع لي تانج كلام البنت دي اتخيل في الحال مستقبله وإن حياته هتفضل متجنزيرة زي الكلب. لي تانج ما قدرش يقبل يعيش بالطريقة دي، وعشان كده قرر يقف ضد القدر. لي تانج نوى يقضي على شخص تاني، فقام ماسك الفلوس كلها والشاكوش وجري بره البيت. ومع إن دي كانت المرة التانية اللي يقضي فيها على حد، بس لسه عمل غلطات كتير. بصماته كانت لسه موجودة على الباب. في اللحظة دي الكلب سمع صوت نقط الدم وهي بتسيل، فعلى طول جري فوق عشان يشوف فيه ايه. بدل ما يدور على مساعدة الكلب هجم على صاحبته، وحتى البصمات اللي كانت على الباب الكلب لحسها وخلاها نظيفة تماما، والترابيزة اللي في البيت بقت مليانة من اللعاب بتاعه. عدت أيام كتير ومحدش اكتشف إن البنت ماتت، لحد ما جه بتاع اللبن عند الباب ولقي كميات اللبن بتكتر ومحدش بيفتح الباب عشان ياخد اللبن. في النقطة دي بتاع اللبن حس إن في حاجة مش مظبوطة وحاول يتسلق السور عشان يبص جوه، فشاف جثة البنت مرمية هناك. المنظر المرعب ده خوف بتاع اللبن جامد، وعلى طول اتصل بالشرطة. الضباط دخلوا البيت عشان يعملوا معاينة مبدئية، بس ما لقيوش أي أدلة مفيدة. كل حاجة تقريبا كانت اتدمرت بسبب الكلب، وعشان كده لي تانج هرب من الشبهة مرة تانية. وفي الوقت اللي كان فيه الضباط رايحين ياخدوا الكلب على القسم عشان يتعاملوا معاه، الكلب اتفلت فجأة من الحبل بتاعه وجري طيار على حفرة في الأرض ورا البيت، وقعد الكلب يحفر في الأرض بغل، وبعد كده شد عظمة بيضة لفوق. لما الضباط قربوا عشان يفحصوها اتخضوا جامد لما اكتشفوا إنها راس بني آدم. ولما الشرطة حفرت غويط أكتر طلعوا هيكلين عظميين كاملين، وكان غالبا هم الزوجين اللي كانوا غايبين ومختفيين من 5 سنين. في اللحظة دي لي تانج عرف إنه المرة دي هو قضى على شخص قاصد ومتعمد، وحس بذنب كبير جامد راكبه، حتى إنه حاول يقضي على حياته بنفسه عشان يكفر عن غلطاته، وقعد يجرب كتير بس ما قدرش يعمل كده. وفي الوقت اللي كان فيه بيجرب كل طريقة عشان يخلص على حياته سمع خبط على الباب. لي تانج افتكر ان جي هون هو اللي جاي يطلب فلوس، فقام رامي ربطة الفلوس لبره. جي هون حس بإهانة جامدة واتعصب على الآخر، فدخل عليه وقعد يضرب في لي تانج جامد. لي تانج كان عاوز يموت بس كان رافض تماما يرجع الفلوس لجي هون، وعشان كده لو ما كانش جي هون وصل في الميعاد ما كانش عمره هيرجعها تاني. الشرطة جمعت كل قوتها عشان تحل القضية، بس ما قدروش يعرفوا مين القاتل لأن الجثة كانت متبهدلة ومتقطعة خالص بسبب الكلب. الشرطة شكت ان الكلب هو اللي هجم على صاحبته، وقرروا يعدموا الكلب بعد كام يوم. وفي الوقت اللي كان فيه ضابط الشرطة بيجهز الكلب عشان ياخده بعيد، شافوا الاتنين شباب اللي كانوا عملوا مشاكل قبل كده مع جانج هو، كانوا لسه متهزقين من الشرطة من كام يوم وكانوا مغلولين جامد. فمن هنا مشيوا ورا ضابط الشرطة من غير ما يحسوا، وفجأة هجموا عليه، والكلب اللي كانوا هيتعاملوا معاه استغل الفرصة وهرب. على الناحية التانية من الشارع الحظ خلى لي تانج يشوف خبر في التلفزيون. التقرير كان
كان عن البنت اللي هو قضى عليها، وطلع إن الهيكلين العظميين اللي في الجنينة هم بتوع أبوها وأمها، وإنها كانت قضت على أبوها وأمها هما الاتنين عشان تاخد فلوس التأمين. لما لي تانج عرف الموضوع ده، إحساس الذنب اختفى منه في الحال. كل مرة بيقضي فيها على حد بالصدفة بيطلع الشخص ده يستاهل الموت فعلا. لي تانج بدأ يصدق إن مكافأة ال8 مليار وون مش بعيدة عنه، وهو راجع في الطريق اتقابل مع نفس الاتنين شباب اللي كانوا هجموا على ضابط الشرطة امبارح. وقدام الاستفزازات اللي ظهرت منهم فجأة، لي تانج ما تعصبش، بس فيه نفخات ورعشات معروفة ظهرت في نفس الوقت على رقبته. لي تانج افتكر فجأة مقابلته مع القاتل اللي قلبه ميت ده، وجسمه اتعامل بنفس الطريقة بالظبط، والبنت اللي كان قضى عليها عملت له نفس الإحساس. الاتنين كانوا قتلة ويستاهلوا الموت، وعشان كده لي تانج استنتج إن ولا واحد فيهم كان شخص نظيف. تاني يوم الصبح جثث الاتنين الشباب اتلاقوا في حتة مقطوعة، ولما صحي لي تانج ما كانش فاكر أصلا هو رجع البيت إزاي. الشاكوش والطوبة كانوا موجودين في بيته، بس ما كانش فاكر مين اللي جابهم هناك، وجنبهم كان في حتة ورقة صغيرة مكتوب فيها عنوان اتصال غريب. لي تانج خمن إن الشخص ده هو اللي وصله البيت، وحاول يوصل للعنوان اللي في الورقة ودخل على أوضة شات سرية. وأول ما لي تانج بعت الرسالة بتاعته، الطرف التاني رد عليه في الحال، واللي كان يخوف أكتر إن الشخص ده كان عارف اسمه، وده خلى جسمه يقشعر من الرعب. في الواقع الاتنين الشباب اللي هو لسه قاضي عليهم ما كانوش ناس نضاف هم كمان. من كام يوم كان في 3 بنات قاعدين بيتكلموا، ولما قرب منهم 2 رجالة، بنت اسمها مينا وقعت في حب واحد منهم وأمنت له وخرجت معاه، بس الثقة دي ودت حياتها في الظلام. الاتنين الشباب هجموا عليها بعنف جامد، وجسمها بقى كله تعويرات، ونفسها اتأذت أذية مش هتخف أبدا. اتهانت واتوجعت لدرجة إنها ما بقتش قادرة تواجه أي حد، وما قدرتش تستحمل الصدمة النفسية دي، وفي الآخر قررت تعمل حاجة مجنونة في حق نفسها وماتت. ومع إن مينا ماتت بطريقة حزينة، أم الشاب اللي أذاها ظهرت في العزا، والست دي ما جاتش عشان تعتذر، دي جت تهدد، وأجبرت أهل البنت المجني عليها يقولوا إن ابنها ما هاجمش على مينا وإنها كانت موافقة. بس لما ابنها مات حالها اتغير تماما، وحتى إنها هجمت على الشرطة اللي بتحقق في القضية. الضباط فهموا إن الست دي لسه متوجعة على ابنها اللي مات، وعشان كده ما خدوش في بالهم من تصرفها المجنون ده وطنشوه. بس بسبب الظروف دي التحقيق وقف لفترة مؤقتة، وعشان كده الشرطة كان لازم تمشي. واللي جه في دماغ جانج هو وما كانش طبيعي هو غرابة القضايا اللي حصلت ورا بعض دي، فرجع لدكان البقالة تاني عشان يدور على أدلة. بس المرة دي لي تانج ما كانش له أثر في المحل، ومن كلام صاحب المحل عرف إن لي تانج خد مرتبه واختفى خلاص. وفي اللحظة دي سيونغ تشون كان بيكمل تدوير وتحقيق في قضية الاتنين الشباب، وكان شاكك إن أبو مينا يمكن يكون له دعوة بالموضوع. سيونغ تشون راح البيت عشان يفحص لو في أي أدلة، بس في الوقت اللي كان فيه سيونغ تشون بيلاحظ الأوضة، أبو مينا اعترف له بكل نشفان وش إن هو اللي قضى على الاتنين الشباب. ومع إن أبو مينا اعترف، بس جانج هو ما كانش شايف طريقته وتصرفاته تقول إنه قاتل خالص. سيونغ تشون عزم على أبو مينا بسيجارة، بس الراجل رد عليه وقال له إنه مبطل سجاير من زمان كبير. لما سمع جانج هو الكلام ده فهم في الحال إن أبو مينا بيكذب، لأن واحد من جثث الضحايا كان فيه على وشه آثار لسع سجاير، والقاتل كان بيستخدم إيده اليمين، بس الراجل ده كان بيستخدم إيده الشمال، وده كان عاكس صفات القاتل تماما. ومع كده الشرطة كانت عاوزة تقفل القضية بسرعة، وعشان في حد اعترف كانوا بيتمنوا إن جانج هو ما يعقدش المسائل أكتر من كده. بس في الآخر جانج هو ساب أبو مينا وما حبسوش، وطبعا الموضوع ما مشيش بالسهولة دي. بعدها بوقت قصير سيونغ تشون نقل خبر مش نظيف لجانج هو. طلع إن سيونغ تشون كان عرف أم الشاب إن الشرطة لقت القاتل، وفي الوقت اللي كان فيه أبو مينا خارج من قسم الشرطة، عربية أم الشاب دخلت فيه وخبطته، كانت عاوزة تاخد طار ابنها. في اللحظة دي بالظبط في حد خبط على جرس الباب في بيت لي تانج من غير ما يتوقع، وطلع إن صاحب المحل بتاع البقالة بلغ عنه الشرطة، والطرد اللي اتبعت للي تانج كان ورقة استدعاء للمحكمة. وأول ما لي تانج شاف كلمة حضور في المحكمة، القلق جواه اتضاعف مرتين، والضغط الكبير ده خلاه حاسس إنه مش قادر ياخد نفسه خالص. لي تانج قرر يروح يسلم نفسه، لأنه ما كانش عاوز يبقى قاتل هربان من غير ذنب. وفي النقطة دي هو ما كانش لسه عرف إن الاتنين شباب اللي قضى عليهم كانوا مجرمين هم التانيين فعلا. ولما الشرطة ردت على التليفون، لي تانج قال على طول إنه عاوز يعترف. بس لما لي تانج قال اسمه للضابط اللي شغال في الشفت بتاع الليل، الضابط افتكر إن الموضوع له دعوة بالمرتبات اللي ما اتدفعتش بتاعت صاحب المحل، وعشان كده الضابط قال له إنه مش محتاج يجي اسم الشرطة، وكل اللي عليه يعمله إنه يحضر في يوم المحكمة بالظبط وبس. بعد ما قفل التليفون، لي تانج قسم الفلوس لجزئين، جزء راح للمحل والجزء التاني سابه لأمه. بعد كده لي تانج جمع
كل أسلحة الجريمة وحشاها جوه شنطة الظهر بتاعته عشان يدمرها، وجري على طول على البنك عشان يحط الفلوس في حساب أمه، وكان بيجهز باقي الفلوس عشان يدفعها لصاحب المحل. بس أول ما لي تانج خرج من الباب مباشرة خبط في مجموعة حرامية راكبين موتوسيكلات وطايرين في اتجاهه، وخطفوا شنطة الظهر بتاعته وجريوا بسرعة. بعد كده 2 من الحرامية وقفوا وقعدوا يفتشوا في كل حاجة جوه الشنطة، وخدوا الفلوس الكاش كلها ورموا باقي الحاجة في البحر. التصرف ده من غير قصد ساعد لي تانج إنه يتخلص من الحمل اللي عليه، لأن سلاحه مشي خلاص والشرطة بقى معهاش أي دليل مؤقت عشان تحاكمه. وبعد كده خدوه على المستشفى عشان يعملوا له فحص، ومن الصدفة أبو مينا كان بيتعالج هناك هو كمان. ولما جه جانج هو عشان يسأله، أبو مينا كان لسه مصر إنه هو المجرم، وحتى بعت رسالة لي تانج قال له فيها أنا هلبس القضية مكانك. بعد ما قراها لي تانج ما قدرش يعمل حاجة غير إنه يشكره. وفي الوقت اللي كان فيه لي تانج خارج يتمشى شوية، أبو مينا لمحه فجأة في المستشفى، ومع إن لي تانج ما يعرفوش بس الأب كان فاكر وش لي تانج كويس جامد. حاول ينبه لي تانج إن الشرطة موجودة هناك، بس من كتر السرعة اتعكلل ووقع على الأرض. ولما سمع الهوجة دي جري عشان يساعده يقوم، بس أبو مينا حضر لي تانج بكل استعجال وقال له يمشي بسرعة لأن الشرطة موجودة. لي تانج اتفاجئ من التحذير ده، وبعد كام كلمة رايحة وجاية معاه فهم إن أبو مينا هو اللي كان باعت له الرسالة دي. ومع كل الأسئلة اللي قاعد يحدفها عليه لي تانج، أبو مينا قال له ببساطة أنا بعت لك اللي أنت محتاجه، تقدر تروح البيت وتشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. بس أول ما لي تانج خرج من بوابة المستشفى مباشرة خبط في جانج هو، وفي نفس اللحظة جانج هو كمان شاف لي تانج. جانج هو كان بيعصر دماغه عشان يلاقي لي تانج، ولمحه فجأة قدامه. بعد ما لي تانج مشي، أبو مينا بقى باله مرتاح ومعهوش أي قلق عشان يلبس القضية مكان لي تانج. أبو مينا خد قرار غبي، شرب سم، لأن أول ما هيموت كل الأدلة هتختفي وهيبقى لي تانج في أمان. دي كانت الطريقة اللي أبو مينا رد بيها الجميل للراجل اللي خد بطار بنته. وطلع إن أبو مينا كان شاهد على الخناقة كلها اللي بين لي تانج والاتنين شباب من الأول للآخر، ومع إن لي تانج قضى عليهم هما الاتنين، بس بعد كده أغمي عليه من كتر التعب. وفي الآخر أبو مينا ومعاه شخص غامض هما اللي وصلوا لي تانج للبيت. وطلع إن الشخص الغامض ده واحد دايما بيساعد الناس الضعفاء، وما قدرش يقبل اللي حصل لمينا والاعتداء عليها، فراح لأبوها وقال له لو عاوز يتعامل مع المجرمين دول هو هيساعده. بس من غير ما يتوقع لي تانج اتصرف وقضى عليهم الأول. الشخص الغامض ده كان اسمه روبن، وده هاكر محترف جامد، وعمل هوية جديدة لي تانج، ومن وقتها بدأ الاتنين يشتغلوا مع بعض. روبن كان مسؤول يتتبع الأهداف على الإنترنت، في الوقت اللي كان فيه لي تانج مسؤول يحدد لو كانت الأهداف دي عملت جرائم فعلا ولا لا. ولما لي تانج يتأكد من المجرمين ما كانش واحد فيهم بيعيش ويفضل صاحي. دلوقتي لي تانج ما بقاش بس منفذ جنائي، ده بقى بالهوية الجديدة بتاعته شغال بينظف السمك والأكل البحري في السوق. لي تانج كان قليل الكلام وبيهرب من التعامل مع الناس، وكان بيفضل يشتغل لوحده. وكان في كمان بنت هناك طبعها وشخصيتها زيه بالظبط. في اليوم ده في الوقت اللي كانت سوجن بتحسب الحساب للزباين، جت ست عشان ترجع بضاعة وقعدت تعمل لها مشاكل وتضايقها. الست ما كانش معاها وصل، دي جابت الحاجة بس وقعدت تطلب ترجع الفلوس. لي تانج عدى من جنبهم وشاف سوجن وهي بتتضايق، بس ما راحش يساعدها لأنه كان مجرد شغال هناك. ومع كده الست مشيت وهي مبسوطة. هو شاف المنظر ده تاني فقام رامي عقب سجارة على إزاز عربية الست دي. الست شافت لي تانج واقف جنب عربيتها، ومع إنها ما كانتش متأكدة لو كان هو اللي رمى عقب السيجارة، بس قعدت تشتمه شتيمة وحشة جامد. هو ما تعصبش من كلامها القاسي. الست قالت إن كل تصرفاته اتصورت بكاميرا العربية، وهددته إنها هتبلغ عنه الشرطة. بس لي تانج كشف لعبتها عشان تاخد الفلوس. لما سمعت الكلام ده الست ما قدرتش تعمل مشاكل تاني ومشيت. سوجين شافت الموقف ده كله، ومن وقتها بدأ يكون عندها انطباع حلو عن لي تانج. في الليلة دي ولما خرجت سوجين عشان تاكل مع أمها، لاحظت إن في راجل قاعد بيبص عليها جامد. هي كانت بتكره النظرات دي في الأماكن العامة، لأن صاحبها القديم كان صورها من غير ما تعرف ورفع الفيديوهات دي على الإنترنت، وعشان كده كانت دايما مفتكرة إن الناس عارفة كل حاجة عنها بسبب الفيديوهات دي. ومع إن سوجين عملت عمليات تجميل عشان تغير شكلها، بس كانت لسه بتتكسف وحاسة بنفسها جامد. ولما الراجل فضل مكمل بص عليها ما قدرتش تستحمل وجريت عليه وقعدت تزعق له، بس الراجل قال لها إنها فاهمة غلط وإنه بيبص عليها عشان عرفها من وشها. هي افتكرت إنه شاف الفيديو اللي على الإنترنت وعرف
عرفها، بس الراجل نفى الموضوع ده في الحال وقال لها اسم المدرسة الابتدائية اللي كانت فيها صح، وحتى قال اسمها القديم مظبوط. ولما الراجل عرف نفسه، سوجن عرفت إنه زميلها من أيام الابتدائي. بعد السوء تفاهم ده، دي هاك قال لصاحبته تروح البيت الأول، وهو وصل سوجن لحد بيتها. بس سوجن كانت عاوزة تبدأ حياة جديدة وما تفتكرش أي حاجة من الماضي، فقالت لدي هاك ما يتصلش بيها تاني أبدا. بس تاني يوم في الوقت اللي كانت سوجن رايحة الشغل، جالها مكالمة من غير ما تتوقع، وطلع دي هاك هو اللي بيكلمها. كانت مستغربة جامد وعاوزة تعرف جاب رقمها منين، وقال لها إنه سأل ناس كتير عشان يوصل لها، ورغم كده ما كانتش عاوزة تتكلم معاه. دي هاك حكاله إنه اتنصب عليه في مكالمة فيديو على الإنترنت، وإن صاحبته سابته لنفس السبب. ما كانش عارف يعمل إيه، وعشان كده كان عاوز ياخد رأيها بما إنها مرت بحاجة شبه دي قبل كده، وعشان كده اتقابلوا تاني. والناس اللي عندها نفس الوجع بتفتح قلبها لبعض بسهولة، وقربوا من بعض بسرعة مع إنهم ما شافوش بعض من سنين كتيرة. بعد ما شربوا كام كاس، دي هاك بدأ يحس إنه مش مظبوط، وكان ناوي يروح يغسل وشه عشان يفوق. بس كلام سوجن خلاه مبسوط، قالت له يفوق الأول قبل ما يروح، ولو عاوز يستحمى يقدر يستخدم الحمام. دي هاك حاول يبان هادي، بس بعدها بشوية بانت على وشه تعابير شريرة. وفي الليلة دي سوجن ودي هاك ناموا مع بعض. بس الحكاية ما خلصتش عند هنا، ولما شافت سوجن الراجل مرمي على الأرض، قلبها اتهز وسألته لو كان عاوز ينام على السرير. تاني يوم الصبح رجع لصاحبته وقال لها إنه مشغول في الشغل النهاردة ومش هيقدر يقعد معاها. بس في الواقع دي هاك كان بيظبط مواعيده عشان يفضى ويروح يشوف سوجن، وما عداش وقت كتير لحد ما ظهر عند باب شقتها. بس لما سوجن قالت له إنها عاوزة ترجع معاه سيول، اتحول في الحال لشخص بارد وما بقاش مهتم خالص. تصرفاته كانت باينة جدا، لدرجة إن واحدة اتخدعت قبل كده زي سوجن لاحظت بسهولة إن في حاجة مش مظبوطة، قامت نطة من مكانها وراحت على تليفونه مباشرة، خدته وفتحته قدام عينيه ولقت إنه باعت فيديو لأصحابه. بس لما فتحت الفيديو الموضوع ما كانش زي ما هي شاكة خالص، طلع جواه دعبة فرح. دي هاك ما كانش سايب صاحبته أصلا، ومن الأول للآخر كان بيخدع سوجن وبس، وحتى ما سألش أي حد عشان يجيب له رقم تليفونها. في الليلة اللي وصل فيها دي هاك سوجن للبيت ممشيش في الحال، ده قاعد يرصد كل نور بينور في العمارة عشان يعرف شقتها فين بالظبط. وبدل ما يخبط على الباب، راح طيار على صناديق الزبالة بتاعة العمارة وقعد يفتش في كراتين الدليفري المرمية، ولقى في الآخر رقم تليفون سوجن. ولما الطبع الشرير بتاع دي هاك اتكشف كله، اتعصب على الآخر لأن كلام سوجن له خلاه يخسر وشه قدام نفسه. وفي النقطة دي فقد السيطرة تماما، وقعد يخنق في سوجن بكل قسوة لحد ما قطع نفسها وما سابهاش غير لما ماتت خلاص. وفي نفس الليلة دي شقة سوجن ولعت فيها النار، والخبر المثير ده طلع في التلفزيون كمان. الجيران قالوا لصاحب المحل إنهم سمعوا خناقة جامدة جدا في أوضة سوجن الليلة اللي فاتت. في اللحظة دي بالظبط طلع صوت ضحكة باردة من وراهم، والشخص اللي ظهر كان ماسامورا، القاتل المتسلسل المشهور. لما سمع ماسامورا عن الحادثة دي قرر يحقق بنفسه في موت سوجن. في نفس الوقت ده وصل لي تانج الشغل، وصاحب المحل نده عليه وسأله لو كان يعرف سوجن، وعرفه إنها ماتت الليلة اللي فاتت. في ثانية افتكر لي تانج في الحال الراجل الغريب اللي كان خد سوجن من قدام المحل من كام يوم. وفي الوقت اللي كان فيه لي تانج لسه شاكك في الراجل ده، خد باله فجأة إن ماسامورا قاعد بيبص عليه بتركيز، وكان الراجل ده بيتبع كل حركة بيعملها لي تانج. لما لي تانج حس إن الراجل ده نيته مش صافية، لف وجري على طول. بس وهو خارج لبس في وش جانج هو اللي شافه هو كمان في نفس اللحظة. جري لي تانج بسرعة ودخل مخزن عشان يستخبى، بس ماسامورا سد عليه الطريق. وفي الوقت اللي كان فيه ماسامورا لسه هيهجم على لي تانج، اتدخل جانج هو في الوقت المناسب، واللحظة دي هي اللي أنقذت لي تانج من الأذى. ماسامورا ساب المكان وما كملش مطاردة ورا لي تانج، وبدل كده قدر يوصل لتسجيلات كاميرات المراقبة بتاعة السوق، ومنها قدر يتبع الراجل اللي كان على اتصال بسوجن. بس قبل ما ماسامورا يلاقي دي هاك، الراجل ده كان راح المستشفى عشان يعمل فحص طبي، والنتيجة طلعت انه عنده مرض السيلان، وده خلاه يترعب تماما. بس لما عرف ان المرض له علاج نفخ براحة. وفي الوقت اللي كان لسه هيعترف لصاحبته انه خانها، هي سبقته وقالت له انها تعدت بالسيلان، واعتذرت له بسرعة عشان خانته. هو اتفاجئ، بس الحقيقة دي خلته ما يحسش بأي ذنب ناحيتها، وبالعكس بقى مغرور وقال لها تخرج من حياته خلاص. أول ما دي هاك وصل البيت لقى ماسامورا مستنيه، وكارنيه الشرطة اللي في إيد ماسامورا خلاه يترعب تماما. اعترف بكل هدوء بكل حاجة ليها دعوة بسوجن، بس بعد ما اعترف ما نابوش غير الضرب واتربط زي الفريسة. ماسامورا وعده إنه لو كتب كل جرايمه هيسيبه عايش. وفي النقطة دي هاك فهم إن اللي قدامه ده مش ظابط
ضابط شرطة، بس حتى لو كتب الاعتراف ما قدرش يهرب من نهايته الحزينة. ماسامورا قرر يقضي عليه بنفس طريقته، فعلى البوتاجاز على آخره عشان ينشف الأوضة. وأول ما ماسامورا خرج من بيت ديهاك الشرطة وصلت المكان وسمعوا أصوات غريبة جاية من الأوضة، ولما قربوا عشان يشوفوا في إيه الأوضة انفجرت فجأة. في الوقت ده جانج هو وصل بيت لي تانج، بس لقى الأوضة كلها مليانة بالبودرة بتاعة طفايز الحريق وما كانش فيه أي أثر يتحقق فيه. وطلع إن في اليوم ده لما لي تانج دخل الأسانسير حس برد فعل غريب في جسمه، فحاول يهرب من الراجل اللي شعره مكرمش ده. من غير ما يتوقع التصرف ده خلى الراجل يفتكر إن لي تانج بيتكبر عليه وبيقل منه، وعشان كده الراجل اللي شعره مكرمش سرق مفتاح أوضة لي تانج من غير ما يحس، وبعد كده رش طفاية الحريق في كل حتة في الأوضة. الحركة دي من غير قصد ساعدت لي تانج إن كل الآثار بتاعته تتمسح. كل مرة جانج هو يحاول يمسك فيها لي تانج كان بيعرف يهرب، وده فكر جانج هو بشخص معين. محدش يقدر يساعد لي تانج إنه يختفي بالطريقة دي غير الشخص ده. روبن كان ساعد جانج هو كتير قبل كده في تتبع المجرمين، بس المرة دي روبن ما بقاش عاوز يساعد جانج هو، وعشان كده خدوه على اسم الشرطة عشان يسألوه. بس رئيس جانج هو في الشغل ما وافقش على الكلام ده، كان كل اللي همه إنه يبعد عن المشاكل، وكان بيتمنى القضية تقفل بسرعة عشان يطلع معاش. في الآخر روبن اتساب وروح بيته، وأول ما دخل البيت الباب خبط مع صوت دليفري أكل، والشخص اللي كان واقف بره كان لي تانج. روبن قال للي تانج ما يجيش هنا تاني لأن جانج هو بدأ يشك فيهم، والمنطقة دي بقت تحت مراقبة الشرطة، ولو لي تانج ظهر هنا هيتكشفوا بسهولة. وطبعا أول ما لي تانج خرج لبره لمحوا جانج هو في الحال وأمر بقبض لي تانج بسرعة. بس أول ما لي تانج وصل عند الملف ظهروا كام واحد بتاع دليفري تانيين، واللبس بتاعهم كان نفس الشكل بالظبط، وعشان كده الشرطة ما عرفتش تحدد مين فيهم لي تانج. في النقطة دي جانج هو جري دخل بيت روبن وهجم عليه، ونسي تماما شكله كظابط شرطة بينفذ القانون. وفي اللحظة دي سيونغ تشان وزمايله رجعوا وقالوا إنهم قبضوا على لي تانج، بس جانج هو فهم إنهم قبضوا على الشخص الغلط. وفي نفس الوقت رئيسه اتصل بيه وعرفه إن فيديو جانج هو وهو بيهجم على الشخص ده بقى حديث الناس كلها على الإنترنت. فتح الفيديو في الحال واكتشف إن كان في كاميرا محطوطة في الأوضة، وبعد ما قارن الصور لقى مكان الكاميرا بسرعة ومن غير تردد كسرها. بس روبن كان مجهز خطة تانية جت في مصلحته، وده غاظ جانج هو على الآخر. وفي اللحظة دي جه فريق التفتيش ووقفه، واتاخد قرار بوقف جانج هو عن الشغل لحد ما التحقيق يخلص كله. في الواقع شك جانج كان صح تماما. من كام شهر لي تانج كان بيجهز نفسه عشان يخرج من المدينة، وكان قرر يروح حتة غريبة عشان يبدأ حياة جديدة. لي تانج كان اتقابل مع روبن بالصدفة في الطريق. روبن قال له انه هو اللي كان مع ابو مينا لما وصلوا لي تانج لحد بيته، واكد له انه الواحد الوحيد اللي يقدر يساعده. في الاخر لي تانج راح البيت مع روبن، وهناك روبن قال له انه عارف كل حاجة عملها لي تانج، حتى انه كان موثق كل تفاصيل الجرائم دي بالظبط. بعد كل جريمة روبن كان بيساعد في مسح الأدلة وبيرجعوا البيت في أمان. روبن كان فاهم كويس الحاسة الخاصة بتاعت لي تانج، وإن الناس اللي قضى عليهم كانوا كلهم مجرمين، وإن مع إن لي تانج ما كانش بيحاول يمسح الأدلة، بس في الآخر كان بيهرب من تفتيش الشرطة بالصدفة. روبن طلب من لي تانج إنهم يشتغلوا مع بعض عشان يقضوا مع بعض على الناس اللي تستاهل الموت من المجتمع. وفي الآخر لي تانج هز راسه ومشي معاه في الكلام، وبعدها على طول فتح روبن الباب السري. المنظر جوه صدم لي تانج. الملفات بتاعة المجرمين الأشرار كانت مليانة في الأوضة، وحتى كان فيه حيطة مليانة من كل أنواع الأسلحة. لي تانج نقى السلاح اللي يمشي معاه وبدأ رحلته في عقاب الشر. وهو ماشي في الطريق خبط فيه راجل لابس بدلة، والرعشة المعروفة ظهرت تاني على رقبته، وده كان معناه ان الراجل اللي لابس بدلة ده مش شخص نظيف. وعشان كده لي تانج مشي وراه من غير ما يحس. لما بان سوك وصل عند العربية افتكر فجأة انه كان طلب سواق عشان يوصله البيت، ولما شاف لي تانج واقف قدامه افتكروا السواق بتاعه، فنده عليه عشان يسوق العربية ويوصله، وقعد نايم ومطمن طول الطريق، وما فاقش غير لما جاله مكالمة من السواق الحقيقي بتاعه، وفهم في الحال
إن الطريق غلط تماما، وبعدها اتصعق بالكهرباء ولف غاب عن الوعي. لما صحي لقي نفسه مش قادر يتحرك خالص. لي تانج طلب من بان سوك يعترف بجرايمه، بس الراجل نشف دماغه ورفض يتكلم، وحتى بان عليه التحدي. لي تانج ما كانش عاوز يضيع وقت أكتر، لأن الأدلة دايما بتقول الحقيقة الواضحة، فقال لروبن يفتح تليفون بان سوك، وفي خلال دقايق التليفون اتفتح وبانت كل جرايم بان سوك. نهايته كانت حزينة. بعد ما اتعامل معاه لي تانج بعنف جامد، اترمى في المية من فوق كوبري عالي جدا. ولما رجع روبن البيت لقي ضيف مش معزوم مستنيه، وده كان أول شخص اشتغل معاه قبل كده. ماسامورا ما كانش جاي عشان يقضي على حد، كل اللي عاوزه إنه ياخد الملفات بتاعت لي تانج. ومع كل الضغط اللي عمله ماسامورا عليه، روبن رفض تماما يقوله على أي معلومة. ومع كده ماسامورا خد كشكول من الخزنة بكل هدوء، ولما عرف إن الورق المهم مشي مسك عصاية عشان يقف قدام ماسامورا ويحاربه، بس حركته اتكشفت وماسامورا نزله على الأرض ببوكس واحد بس. وأول ما ماسامورا خرج من بيت روبن لبس على طول على سونغ تشون اللي كان بيدور على أدلة هو كمان. الاتنين بصوا لبعض وحسوا إن كل واحد فيهم شكله شبهه، وعلى طول دخلوا في خناقة جامدة مع بعض. ماسامورا خد العالية بسهولة ورمى سونغ تشون من على السلم لتحت، وعشان الحادثة دي حصلت قريب من مكان سكن روبن، الشرطة طلبته على طول عشان تسأله، بس روبن كان عامل حسابه لكده وكان مجهز كل الورق اللي يخص ماسامورا، لأن روبن كان شايل جواه منه من زمان كبير. وفي الوقت اللي كانت فيه الشرطة بتدور على ماسامورا كان هو قاعد في تاكسي، بس العربية وقفت بسبب 2 شباب مش محترمين، وده لمجرد ان السواق ضرب لهم كلاكس عشان يوسعوا من الطريق. ال2 شباب قعدوا يزعقوا ويشتموا بصوت عالي، وتصرفهم المجنون ده ضايق ماسامورا على الآخر، وقرر يلاقي فرصة عشان يدي الشاب ده درس مش هينساه. ماسامورا شد ال2 شباب لسطح عمارة، وهناك قعد يضرب في الشاب لحد ما غاب عن الوعي. ومع ان البنت ما حصلهاش اي اذى قعدت تترجاه كتير عشان يسيبهم في حالهم، بس ماسامورا قال ان تصرفهم قدام الناس كان فيه قلة ادب جامدة، وما كانش ناوي يعدي الموضوع بالسهولة دي. كان عاوزهم يكتبوا حكايتهم كلها الاول قبل ما يقضي عليهم هما الاتنين. البنت اللي اتقضى عليها دي كانت بنت الرئيس دو، والراجل كان دماغه رايحة منه وزعلان على الآخر أول ما سمع الخبر. وفي اللحظة دي وصل روبن عند بيت أهل الضحية وعرض عليهم يساعدهم بنفوذ الرئيس دو عشان يلاقوا ماسامورا. كان عاوز يجيب القاتل بتاع بنته قدام العدالة. في نفس الوقت اتصل لي تانج وقال إن الموضوع كله بدأ من عنده، وعشان كده لازم ينهي الحكاية دي بنفسه، وكان عاوز يخلص كل حاجة بإيده. فطلب من روبن يظبط له مقابلة مع ماسامورا، ومن هنا الاتنين اللي فيهم خطورة جامدة اتقابلوا رسميا لأول مرة. والسبب اللي خلى ماسامورا يدور على لي تانج كان بسيط على الآخر، كان عاوزهم يشتغلوا مع بعض ويعملوا أقوى تحالف. ماسامورا حتى عزم على لي تانج بكل جدعنة وقال له إنه مش بيعرف يفرق بين الخير والشر، وإن قدرات لي تانج هتساعده يقضي على كل اللي يستاهلوا الموت. بس لي تانج ما اقتنعش، ولما ماسامورا شاف ان لي تانج مش جاهز يشترك معاه لما حاجته وجه عشان يمشي، وقال لي تانج يكلمه لما يغير رأيه. بس في اللحظة اللي دور فيها ماسامورا ظهره، لي تانج فهم ان الفرصة جات له، بس الهجمة الغدر اللي عملها لي تانج اتصدت بسهولة من ماسامورا. هو ما كانش ناوي يأذي لي تانج، بس الهجمة دي غزته على الآخر، فقام ماسامورا ناطط على لي تانج بعنف جامد. في اللحظة دي بالظبط دخل حد تاني الأوضة، ماسامورا ومعاه كام واحد من المجرمين قربوا، بس ما بانش عليه الخوف خالص. لي تانج انتهز الفرصة عشان يهرب، وهو جاري لبره شاف روبن مربوط، فجري لي تانج بسرعة وفكوا عشان يخلصوا. وفي نفس الوقت الناس اللي جوه كانوا لسه بيحاربوا بعنف جامد، وبمجرد طبنجة ماسامورا سيطر على مجموعة المجرمين دي كلها بسهولة. وطلع ان الرجالة دول كان باعتهم الرئيس دو عشان يقضوا على ماسامورا، ومنهم قدر ماسامورا يوصل لعنوان الرئيس دو. صوت ضرب النار العالي شد انتباه الشرطة بسرعة، ولما الشرطة فحصت المكان لقيوا آثار لماسامورا واللي معاه. كل تقارير الشرطة كانت بتقول إن كل حاجة لها دعوة ببنت الرئيس دو فعلا، ورجالة الرئيس دو حاولوا يقتلوا ماسامورا بس فشلوا، وعشان كده كانوا أكيد هيشوفوا انتقامه. بس الشرطة ما كانتش تعرف إن ماسامورا كان قاعد في بيت الرئيس دو من زمان وسيطر عليه في كام ثانية بس. في الواقع ماسامورا ما جاش هنا بس عشان الرئيس دو حاول يقتله، لا، ده
عشان الرئيس دو كان عنده صاحبة صغيرة في نفس سن بنته. عمل الجرائم ومسكه كانت حاجة معروفة له زمان، وحتى جوه السجن الرئيس دو كان عايش عيشة مرتاحة على الآخر وكأنه في فسحة. شخص زي ده أكيد مش بني آدم نظيف. وفي الوقت اللي كان فيه ماسامورا لسه هيكمل تعذيب في الرئيس دو، طلع صوت من بره الباب. طلع إن جانج هو والشرطة وصلوا، بس ماسامورا ما خافش خالص، وحتى قام غازز السلاح في الشريان السباتي بتاع الرئيس دو مباشرة. ماسامورا استخدمه كرهينة عشان يجبر جانج هو إنه ينزل سلاحه، بس جانج هو ما خضعش وما استسلمش. فقام ماسامورا مزعق في جانج هو وتحداه إنه يضرب نار. ماسامورا اتعصب جامد لما اتضرب عليه، بس جانج هو فضل مستمر في استفزازه. وفي الآخر ماسامورا قضى على الرئيس دو قدام عين الشرطة بالظبط. اتقبض عليه في الحال، بس وهو في الطريق للاسم ماسامورا ما قعدش هادي خالص. قعد يطلع في حجج عشان يخلي الشرطة تفك القيود بتاعته شوية. وفي الآخر وعشان عمل هوجة كبيرة، الشرطة كانت لسه هتخفف الكلبشات عنه شوية، ومن غير ما يتوقعوا انتهز الفرصة وهجم على الشرطة. وبعد كده استغل الهرجة كلها عشان يضرب كل اللي في العربية. البوكس كله اتقلب خناقة جامدة، وعربية الشرطة اللي كانت طايرة اتقلبت، بس ماسامورا هرب بنجاح في الآخر. الهروب بتاعه ده طلع منه إصابات لكام ضابط شرطة، والموضوع كان خطير لدرجة إن الشرطة نزلت أمر نشرة لقبضه. وفي الوقت ده الاتنين الهربانين شافوا خبر هروب ماسامورا في التلفزيون وترعبوا جامد، واللي خوف لي تانج وروبن أكتر إنهم اتحطوا هم كمان في لستة الشركاء مع ماسامورا، وبقوا هم الاتنين مطلوبين للعدالة زيه بالظبط. لقوا إن ماسامورا يجي وراهم، وعشان كده الاتنين لقيوا مكتب تهريب عشان يساعدهم يعدوا الحدود، وكانوا بيتمنوا يهربوا بره البلد خلاص. بعد ما لي تانج وروبن اتفقوا على السعر، ظبطوا مع المهرب إنهم يتقابلوا في المينا تاني يوم الصبح. وفي الوقت اللي كان فيه روبن بيجهز نفسه عشان يمشي، جاله مكالمة من غير ما يتوقع، واللي كان بيكلمه كان ماسامورا، وقال له إنهم دلوقتي شركاء مع بعض، وطلب من روبن يظهر عشان يساعده، وإلا ماسامورا هينشر قدام الناس كلها حاجات من الكشكول اللي سرقه قبل كده. الكشكول ده كان جواه كل مذكرات الجرائم بتاعة لي تانج بالتفصيل، وعشان ما يجيبش الأذى للي تانج، روبن طلع بحجة عشان يمشي، وقرر يروح لوحده عشان يلاقي ماسامورا وياخد الكشكول ده تاني. وفي نفس الوقت روبن قال للي تانج يروح المينا الأول، وبعد ما روبن يخلص شغله هيحصل له على طول. تغيير دماغ روبن المفاجئ ده خلى لي تانج يستغرب، وفهم إن روبن مداري عنه حاجة، وعشان كده لي تانج حط جهاز تتبع على طول عشان يراقبه. لما وصل لي تانج مكان المقابلة عشان يعدي الحدود، اتفاجئ إن المهرب ما اداهوش غير تذكرة واحدة بس، واسم روبن ما كانش موجود عليها. ومش بس كده، ده روبن كان ساب للي تانج رسالة وقال له فيها إنه سبقه ومشي، وإن الدنيا دي محتاجة شخص زي لي تانج. وبسبب قلة التركيز روبن كان كشف سر لي تانج، وعشان كده كان لازم يمشي هو ويحل المشكلة دي مكانه. ولما شاف جدعانة روبن معاه ما قدرش يسيبه ويهرب لوحده. في الوقت ده روبن راح لوحده عشان يلاقي جانج هو، لأنه كان مصدق إن محدش هيقدر يساعده غير جانج هو. بس جانج هو قال إن روبن ولي تانج قضوا على ناس كتيرة جدا، فرد عليه روبن وقال له إن جانج هوك هو كمان قاتل، لأنه كان قاصد يخلي الرئيس يموت. في اللحظة دي بالظبط ظهر ماسامورا في المستشفى اللي كانوا أهل جانج هو بيتعالجوا فيها، وكان ماوي ينتقم منهم وياخد بطاره من عيلة جانج هو. وفي الوقت اللي كان الاتنين بيتخانقوا مع بعض، جه لجانج هو مكالمة من المستشفى وقالوا له إن أبوه في حالة خطيرة جامد، وأمه دخلت في غيبوبة. ولما جري جانج هو على المستشفى لقى إن أبوه مات خلاص، بس أمه الحمد لله أنقذوها في الوقت المناسب. كل ده كان بسبب ماسامورا، وعشان كده جانج هو اتعصب على الآخر وكان عاوز يقضي على ماسامورا في الحال. خد طبنجته القديمة اللي كانت معاه قبل وقفه عن الشغل، وكان عاوز يعرف مكان ماسامورا فين. بس روبن حط شرط إن جانج هو يسيب لي تانج في حاله وما يأذيهوش، وفي المقابل روبن هيساعد جانج هو إنه يلاقي ماسامورا. وبما إن روبن خبير كمبيوتر جامد، قدر يوصل لمكان ماسامورا بسرعة، وكان انتقام جانج هو الكبير قريب يحصل. في اللحظة دي طلع صوت فرملة عربية جامد جدا، ووصل لي تانج هو كمان بالGPS. ولما شاف ماسامورا الناس كلها متجمعة اتبسط وتحمس أكتر، في الوقت اللي كان روبن وجانج هو مستغربين جامد من وجود لي تانج هناك. وبعدها على طول من غير كلام كتير بدأ ماسامورا يضرب نار، وقعد الاتنين يبادلوا ضرب النار مع بعض الوقت كله من غير ما حد يتصاب. وفي الآخر ضرب النار اتحول لخناقة جامدة من قريب، وجانج هو ادى لماسامورا بوكس جامد. وفي نفس الوقت كان روبن بينزف دم كتير بسبب الرصاص اللي خده. لحد النقطة دي جانج هو ما كانش قادر يفهم ليه ماسامورا قضى على أبوه، وكان قلبه مليان شك. وطلع إن من سنين كتيرة فاتت ماسامورا كان ضابط صغير شغال تحت إيد أبوه جانج هو، وكل اللي في الفريق بيكرهوا ماسامورا، وأبوه جانج هو كان بيكرهه أكتر منهم كلهم. ماسامورا كان دايما بيصعب المواضيع عليه وبيظلمه، وأبوه جانج هو كان دايما بيحاول يقفل في وشه فرص الترقية، وكل مرة
اتفصل فيها كانت بسببه. ماسامورا كان ممكن يستحمل كل الحاجات دي، بس الحاجة الوحيدة اللي ما قدرش يبلعها طلعت إن الطباخة كانت بتجهز نفسها عشان تطلع معاش وترجع بلدها. الفريق كله جمع فلوس مع بعض عشان يودعوها، غير أبو جانج هو بس اللي ما دفعش أي حاجة. ده كل اللي عمله إنه ادى كرتونة فيها حاجات من الخيرات المحلية لماسامورا وقال له يديها لها، وكان أبو جانج هو عاوز الطباخة توصلها لحد تاني يوم. وفي الوقت اللي كان فيه ماسامورا قاعد بياكل، شاف تقرير خبري في التلفزيون بيقول إن في ست كورية كانت بتخطط عشان تهرب مخدرات من كوريا الجنوبية للصين، بس الشرطة الصينية قبضت عليها عشان التحقيق، وتعرف إن الست دي كانت بتستخدم الأعشاب الطبية التقليدية عشان تدوب المخدرات قبل ما تنقلها، واتمسك معاها 30 جرام مخدرات. وفي نفس الوقت كان أبو جانج هو داخل في شبكة تهريب مخدرات من أكتر من 5 سنين. ماسامورا كان بيكره أبو جانج هو جامد عشان استغل الطباخة دي في نقل البضاعة بتاعته، وعشان كده ماسامورا قعد يضرب في أبو جانج هو لحد ما خلاه يدخل في حالة شلل كامل ويعيش على الأجهزة. بعدها جانج هو قضى على ماسامورا بإيده عشان ياخد بطاره، وبعد ما انتقم نفذ وعده وساب لي تانج يمشي قبل ما يجي المكان ده، لأن جانج هو كان واعد روبن إنه مش هيأذي لي تانج. ومع كده كان جانج هو لسه مصدق إن حتى لو ساب لي تانج المرة دي أكيد هيتقبض عليه في المستقبل. وبسبب الخناقة القوية دي أسلاك الكهرباء عملت قفلة وولعت نار، والنار مسكت في البنزين اللي كان مدلوق على الأرض وولعت جامد في الحال. ومع إن لي تانج كان عاوز ياخد روبن معاه ويمشي، بس النار كانت بتكبر بسرعة كبيرة فاضطر يسيب الفكرة دي، وما نبيبوش غير إنه يهرب من المكان بسرعة. بعد كام يوم من جنازة أبو جانج هو، القاعة كانت زحمة جدا بالرؤساء وزمايله في الشغل. ومع إن جانج هو عرف ياخد بطار أبوه بنجاح، كان عارف إن المخ المدبر الحقيقي مش هو، لأن من غير حد كبير يسنده أبو جانج هو ما كانش هيستجري يعمل كل ده بالشكل المجنون ده. بعد تحقيق الشرطة لبسوا القضية كلها لروبن اللي مات، وطلعت جريمة ماسامورا في قتل 30 بني آدم للنور كمان، ولي تانج الوحيد اللي ما تحقش اسمه كمجرم. في الواقع روبن كان مظبط كل حاجة من قبلها، كان جامع كل الأدلة وكل تفاصيل الجرايم وكل خيوط التحقيق بتاعة الضحايا، وكل ده كان شايله روبن جوه بيته. ولما الشرطة كانت عاوزة تقفل القضية كانوا محتاجين أي حد يشيل الليلة، والشرطة لقيت أسلحة جرايم كتيرة جدا في بيت روبن، وده كان كفاية عشان يثبتوا إنه هو القاتل. حتى الست دي قعدت تشكر في لي تانج على شغله المظبوط، لأنه ما سابش حتى بصمة واحدة وراه. ورغم إن لي تانج كان مخبي نفسه على الآخر، بس كان في غلطة واحدة مكشوفة. في واحدة من الجرايم بتاعته في يوم مطر ساب تفاحة مأكولة نصها في مكان الجريمة، ومع إن المطر مسح الدي ان ايه بتاع لي تانج، بس تعاوير سنانه كانت لسه باينة على التفاحة. ومع إن جثة روبن كانت مفحمة على الآخر من النار، بس سنانه كان ممكن تتصلح تاني. الشرطة ما كانتش تعرف إن كل ده كان ترتيب روبن، ده حتى كان راح لدكتور سنان مخصوص عشان يبرد له سنانه وتكون شبه تعاوير السنان اللي على التفاحة بالظبط. وبسبب خطة روبن لي تانج عرف يهرب من المسك تاني بشكل مثالي، ورجع يبدأ رحلته في اصطياد الأشرار من جديد. تقارير الأخبار فضلت كل شوية تجيب جرايم شبه دي، بس دايما بتهرب من العقاب القانوني. ويمكن عشان الناس اللي بيقضي عليهم ما يستهلوش العيشة، فضل هو دايما في أمان. المسلسل ده بيحط قدامنا سؤال عميق جدا عن العدالة. هل القانون لما بيعجز يجيب الحق بيكون مسموح للبني آدم إنه ياخد حقه بإيده ويعاقب الشر؟ لو القصة عجبتك وعاوز تشوف ملخصات أكتر لأقوى الأعمال السينمائية والدرامية بالتفصيل ده، ما تنساش تعمل لايك جامد للفيديو وتسيب لينا رأيك في كومنت، وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول بأول.